صباح الفل. صباح النور. ايه يا حبيبتي كل ده؟ تعبتي نفسك ليه؟ مفيش تعب ولا حاجة. اللي نايمك بره. عادي يعني ما عرفتش انام جوه. من خرج من داره. طيب الحاجات دي هتبوظ عشان انا هسافر يومين كده الموتيل. حطهم في التلاجة. مفيش حاجة هتبوظ. أعمل لك فطار قبل ما أمشي؟ لا يا حبيبتي انا هعمل انا. ماشي. لو احتجت حاجة كلمني. حاضر. على فكرة، يومين السفر دول فرصة تفكر فيهم كويس وتراجع نفسك. تاني يا ماما؟ انا ما عنديش حاجه افكر فيها. تاني وتالت ورابع كمان. يا ابني هي 10 يوم ولا 2؟ بذمتك انت مش متنكد وانت عايش لوحدك كده؟ بعيد عن عيالك ومراتك؟ انا عيالي ان شاء الله اشوفهم. ومراتي كانت غاويه تنكد عليا حياتي. والله العظيم ما هتلاقي زيها ابدا. انا مش عايز الاقي. انا كده خلاص مش هعيده تاني اصلا. مش فاهمة. هتقضي بقية حياتك لوحدك كده؟ والله ما يعرفش يقول عدس. ما هو احنا يا حبيبتي احنا غيركم، الرجاله غير الستات، احنا بنعرف نتعامل. والله هو الراجل اللي اتجوزني ده اللي عاش سنين لوحده كان عارف يتعامل؟ ما في ناس ما بتعرفش الوجع غير لما بتدوقه. الراجل اللي انت اتجوزتيه ده يا ماما انت بتحترميه، وبابا برضه الله يرحمه كنت بتحترميه، لكن انا مش عايش مع واحده ما بتحترمنيش يا ماما. لما لومتها يا ماما عندتني، مش شايفه اصلا انها غلطت في حقي. عند بتعند معاك زي ما كنت بتعند معايا. انا ما بعندش يا ماما، انا خدت قرار نهائي ومفيش مناقشه فيه لو سمحتي. شكرا يا ماما على الحاجه.